للأسف الشديد خسرت كل ما أملك في التجارة. الحمد لله على كل حال. من يطرق الباب الآن؟ افتح يا حاج سعيد، نحن من اشترينا منك بيتك القديم. سأذهب إلى الداخل يا أبي. أهلا بكما يا سادة، تفضلا. وجدنا هذه الجرة من الذهب في حديقتك، وهي بالتأكيد تخصك. لا، إنها ليست لي. هي إذن لأحد أجدادك، فقد كانت مدفونة في حديقتك. ولكن الحديقة لم تعد ملكي، فلقد بعتها لكما مع البيت. بعت لنا البيت والحديقة ب1000 درهم، وهذه الجرة تساوي 100,000 درهم، فكيف نستحلها؟ هذا نصيبك، ولو كانت من نصيبي لعثرت عليها عندما كنت أملك المكان. اسمع يا سيد سعيد، لن نستحل شيئا ليس من حقنا. خذ. وأنا أيضا لا أخذ شيئا بعد أن بعته. خذ. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. اسمع الكلام ولا تعاند يا سيدي. إذن لنذهب إلى القاضي. نذهب إلى القاضي. السيد عامر والسيد سعيد، ادخلا إلى حضرة القاضي. هذه أغرب قضية وردت علي طوال عملي بالقضاء. لن أقبل مالا ليس من حقي. وأنا كذلك. هل لك أولاد يا سيد سعيد؟ لي فتاة واحدة تجلس هناك. نعم رأيتها. وأنت يا سيد عامر؟ ليس عندي إلا هذا الولد أمجد. هل أنت متزوج يا بني؟ ليس بعد يا سيدي. هل تقبل أن تتزوج بتلك الفتاة؟ هذا شرف عظيم، بالتأكيد أقبل. وأنت هل تقبلينه زوجا لك؟ الرأي رأي أبي. حسنا، حلت القضية. يتزوج هذا الغلام الصالح بتلك الفتاة الصالحة، وأنفقا عليهما من المال وتصدقا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.